دين رفعوا الصحابة، بشر زي ديل يقدر يوقفوا؟ مين سخيف وبتاع المسلسل داك اللي بيحاولوا يستخفوا بالإسلام وبيستخفوا بالدين وبالآيات وبيحاولوا إنه يطعنوا في الدين ويشوهوا صورة المتدينين، يريدون بذلك أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو يا سخيف يا صغيل، دين الله بتوقفه بالتقالة والسغالة، بعدين شيت حيلك في صغيل وقف دين صغيل، هو ما شاد حيله داير يوقف دين الله، ولا الخايب الثاني اللي بيستهزأ بالمؤمنين دين الله بوقفوه. الأرزقية ديل ناس أرزقية مرتزقة ديل بوقفوا دين الله. لكن ده يا اخواننا اجعلنا نحن ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا باب بتاع جهاد، باب بتاع حسنات، باب بتاع اجور، باب بتاع رفعه، باب بتاع تشبه بالصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فنحن والله بصرتونا براكم، وريتونا في مواطن بتاعت خلل، بس بعد ده شد حيلك. مسلسل من كم حلقه؟ قول 100 حلقه. نحن الا روحنا دي تمرق ان شاء الله، ما بنخليك. فتون تحذير من العلمانيه والشيل فيها. هل دين الإسلام بتمثلوا بواحد عامل زي شوال الخيش ويقعد يتراقص زي الحريم ويقابل في الساقطات والسافلات ويتريق على الدين وعلى البشر؟ دين رفعوا الصحابة، بشر زي ديل يقدر يوقفوا؟ ما بتقدر يا زلمه. والدين ده لو حقنا ما كان وصل لهنا ذات، لكن ده دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل ليتمن هذا الأمر وليبلغن ما بلغ الليل والنهار وليرغمن الله عز وجل به أنوف هؤلاء المجرمين. وديل يا أخواننا دي الطريقة بتاعت العلمانيين الآن، لما لقوا إنه الشيء عملوه ما نفع وما أجدى، وإنه سيفهم انكسر، وإنه ربنا أبطل كيدهم، بقوا يشتغلوا بالاستهزاء وبالطعن والحق والكذب. والناس دي عندها عقول، المسلمين دول عندهم عقول وبيميزوا. والإنسان ولو كان عنده من المعايب، لكن هذا لا يجعلك ولا يحل لك أن تطعن في الدين وأن تطعن في الإمام والإمامة ومنصب الإمامة، وتطعن في الملتحي وتطعن في السنن وتستهزي بها. ده ما بيحل لك. لكن يا أخواننا دي الناس مجرمين ما بخافوا الله، وهم مكيدتهم العملوها أول أشد من دي. القراي ده ما مسك المناهج عديل الورقة والقلم وقال نحن ما دايرين الصور تحت القرآن، ورسم رب العالمين والعياذ بالله في الكتاب تاع سادسة، وجاب صورة آدم عليه السلام وعمل عمايل سودة، وقال إبليس بيخش الجنة والكفار كلهم بيخشوا الجنة إلا الجنة الحمراء كما قال ابن القيم. فديل يا أخواننا دايرين يطعنوا ودايرين يشوهوا صورة الإنسان المتدين عشان يكرهوا الناس في الدين. وانت يا دوب لما تستفزنا نحن، تستفز المسلمين في دينهم وفي رسولهم وفي شعائر دينهم وفي صحابتهم، يا دوب النازل بيزدادوا تمسك، يا دوب، لأنه انت غبي ما فاهم. القبلك كان اشطر منك وربنا أخزاه. يا دوب انت لما تستفز المسلمين انت يا دوب حركت فيهم الغيرة على الدين والتمسك والرجوع في الدين والرجوع إلى الدين. فديل يا أخواننا شغالين الآن دارين يشوهوا صورة المتدينين، وده لأنه بفضل الله الشغل الماشي والدعوة الماشية دعوة التوحيد ربنا سبحانه وتعالى كسرهم بها وقصم ظهورهم، وبقوا شاكين منها، وراهم جماعات كثيرة من الكفار والمنافقين وغيره، وربنا أخزاهم بها. ونحن نبشركم زيادة إن شاء الله. إذا أنتم عندكم مسلسل نحن عندنا منابر جمعة، إذا عندكم مسلسل وتمثيليات نحن عندنا حلقات في الأسواق، إذا عندكم مسلسلات نحن عندنا حلقات في الشوارع، إذا عندكم مسلسلات ورقيص وبنات دارين تصدوا بها الناس عن الدين نحن عندنا أركان في الجامعات. والله الجامعات دي تفتح، والله نرسل عليك شواظ من نار، أبشر بإذن الله. ما بتلقى لك إن شاء الله فرقة في البلد دي، وإلا تقعد جوا الإعلام. ونحن نبشرك دعوة الله دي لو نحن فيها مخلصين ما داير لا إعلام أبدا. قبلك الجبهجية كانوا أغنى منك وأزكى منك وأشطر منك ودرجاتهم الدنيوية أعلى منك، وعندهم دولة واقفين معهم ناس ومفكرين، بل ومعهم أئمة الجوامع. وبعد ربنا أتى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ما بيخليك دعاة التوحيد والسنة ربنا عز وجل جاب لكم جلد داير نفط،
وربنا سبحانه وتعالى جاب لكم ناس تكسبوا فيهم الحسنات. وإذا كان الضب النفخ في نار إبراهيم قتلوا ب10 حسنات، احنا بنقول لكم تقتلوا زول لأنه ده حرام، لكن تجلدوهم وهو أشد عليهم من وقع النبل بالآيات والأحاديث. لأنه ربنا عز وجل قال عن القرآن ده: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيته. أزول القرآن اللي بتقراه على المؤمنين الواحد نفسه دي بتقرب تطير إلا يقيدها بالكتاب والسنة. معقول مرة رقاصة وعورتها برا دار توقفها دين الله، انت بتلعب ولا شنو؟